السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نرحب فيكم جميعا في جلستنا الحوارية اليوم بعنوان أثر التنمر على الصحة النفسية. هدفنا اليوم من هذه الجلسة أن نحن نكون صوت داعم للأطفال، نسلط الضوء على الأساس. أول شيء، شو هو التنمر وشو هو أثره وليش يعد التنمر أحد أهم معاكم سلامة الطنيجي، المتحدث الرسمي لجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس. هدفنا اليوم من هذه الجلسة أن نحن نكون صوت داعم للأطفال، ونسعى دائما لنشر الوعي بمخاطر التنمر وبناء بيئة مدرسية آمنة وصحية لجميع الطلبة. يسعدني اليوم أن يشاركني في هذا الحوار الدكتورة آمنة المسماري، مختصة في الطب النفسي ومدربة وعي ذات ورفع جودة الحياة في مركز مدينة خليفة الصحي، والأستاذ أسامة خالد البزايعة، الأخصائي الاجتماعي والفائز بجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس في العام 2022. نسلط الضوء على الأساس. أول شيء، شو هو التنمر وشو هو أثره وليش يعد التنمر أحد أهم المواضيع اللي نحن لازم نركز عليها. من منظور عملي، التنمر مو بمجرد سلوك فردي ولا كلمة عابرة ومؤذية وخلاص، هو سلوك عدواني متكرر. إذا حصل بشكل متكرر معناته هذا تنمر، ويمس بالبيئة التعليمية بأكملها. الطالب اللي يتعرض للتنمر بيفقد ثقته بنفسه وبيتراجع دافعه للتعليم، ما بيكون متحمس انه يتعلم ابدا، وبيواجه صعوبات في تكوين علاقات بينه وبين زملائه وربعه. هذا الشيء بيأثر على مستقبله الأكاديمي ومستقبله الشخصي. لهذا السبب نحن نركز على موضوع مكافحة التنمر ونضعها كمسؤولية للمدرسة. بجانب أن كيف نحن نهتم بمستوى الدراسي ودرجاته العالية، لازم نهتم بصحته النفسية في المدرسة لبناء جيل قادر على التعايش بسلام ويملك قيم الاحترام والتسامح وقيم المجتمع الإماراتي، لأن التنمر ما يمثل مجتمعنا الإماراتي. الحين نحن فهمنا شو هو التنمر. في التنمر اللفظي، الجسدي، الاجتماعي، الإلكتروني، واللي يميز هذه السلوكيات أنها جميعها سلوكيات عدوانية متكررة تترك أثراً واضحاً على الطالب. التنمر اللفظي مثل الإهانات، كلمة مؤذية. التنمر الاجتماعي يدفع الضحية إلى العزلة والانطواء، يعني ما نقول له كلمة سيئة ولا أن نحن نضربه، لكن نحن مجموعة بنحاول بشكل متعمد أن نحن ما ندخله بيننا، فهو يحس أنه ما ينتمي إلينا. الوقت الحالي أخطر الأنواع يعتبر التنمر الإلكتروني، لأنه سريع الانتشار، وإذا انتشر صعب ينمسح، وعادي ناس من برا محيط المدرسة يعرفون عن اللي يستوي، فهذا الشيء يؤثر على الطالب ويضاعف أثره النفسي. تعرفنا شو هو التنمر وتعرفنا على أنواع المختلفة، لكن سؤالنا الأكبر، ليش يظهر التنمر من الأساس؟ وشو هي العوامل اللي بتخلي الطالب من أنه يكون طالب مسالم مهتم بدراسته محب لأصدقائه إلى متنمر؟ هذا السؤال بنعرف إجابته أكثر مع الدكتورة آمنة من زاوية نفسية. حدثينا ليش قد يظهر التنمر. يا حلا وسهلا فيكم جميعا. شكرا انكم خصصتوا وقت ويجب عشان تتعلموا امور مهمه لعيالنا، لانه مثلا الحين ابوه ما حد بعيد عنا او غير محبوب او اعراضه ناقصه يروح ياخذ يسرق اغراض الاخرين بيأذيهم. هو هذا السبب اللي خلانا اليوم نتجمع ونتكلم عن التنمر. شو الاسباب الضمنيه والابعاد النفسيه وجذور التنمر؟ المتنمر الفاعل كذلك الضحيه اللي يتعرض الى التنمر. فشكرا على السؤال لانه وايد مهم. انا من ملاحظتي كطبيبه نفسيه ومن خلال خبرتي وعملي في قطاع الطب النفسي وكذلك التثقيف في مدارس مختلفه والجامعات او نزولنا للميادين، شوفت الاطفال اللي يتعرضوا للتنمر ليش اصلا في منهم اللي يكونوا يتعرضوا للتنمر وما يتم اكتشاف حالاتهم او علاجهم، لان في منهم يشعر بالحرج انه يتواصل مع اهله، يحس انه ابوي ممكن يقول انا ليش مو بريال او قوي او قدرت ادافع عن نفسي، ليش اصلا انا اللي انضرب، ليش مو انا اللي اقدر ادافع او اواجه. فداخليا تكون عنده صوره عجيبه مع الاباء اليوم، اباء اللي عندهم عيال وحتى اباء المستقبل. والجزء الثاني المدرسه والاحداث والذكريات اللي تنصنع للطفل اللي هو مؤقتا الطفل في المستقبل بيكون شايلينها معه. انا اعتقد كلنا اليوم الا
إنما لو سألتكم هل في ذكريات معينة تذكرونها بالمدرسة أو مواقف، في اللي بيقول سرقة أكلي أغراضي، ينطق مثلا شيطان كسر لي القلم، ضحك الأطفال عليه. فوايد مهم يكون في انتباه أن الطفل لما يقول لنا أن في حد ضربه أو خذ أغراضه أو تعرض لأمر معين، إذا من الموضوع مو بس تنمر، إن الصورة الداخلية لنفسه اللي بتكون مخزنة في العقل الباطن قاعدة تتكون. فلو شفنا الموضوع على انه صغار يا ياسين يلعبوا، واحد شنو غلط الثاني، اوكي خلاص ما عليه، اسكت هالمرة، او الموضوع مو بهالطريقة في علم النفس ان شاء الله. في علم النفس ان الموقف اللي انا اعلم الطفل فيه يسكت عن حقوقه، انا علمته انه يكون ضعيف. والمرة نعلم الطفل كيف يرد، زائد نكلم الاداره، والطفل اللي غلط يا اما يعتذر يا اما اذا غلط كبير او مصيبات ان هذا التنمر كان جسدي نتج عنه كسر او مشكله، نشوف انه في تعقيد، فالطفل يفرح انه لما يكون في خطا خذوا حقي، ما نخليه وشايف قدامه قهر ويجرب مشاعر مؤلمه في عمر مفكر وما قدر ياخذ حقه. شكرا دكتورة آمنة، شفناها من زاوية نفسية. الحين ننتقل من الميدان المدرسي. أستاذ أسامة، حدثنا من زاوية اجتماعية ومدرسية، لماذا قد ينشأ التنمر؟ جميل. في البداية أسعد الله أوقاتكم جميعا، السلام عليكم، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة الجميلة صراحة في هذا المجلس الرائع الذي نتمنى بأن يكون عامرا بأهله وبكم جميعا. في الحقيقة نحن أبناء الميدان في المدارس، داخل المدارس نرى ما لا يراه ولي الأمر. نرى الكثير من الطلاب أو بعض الطلاب، خلينا نقول بعض الحالات، ترى الطالب المتنمر هو أصلا في الأصل كان إنسان متنمر عليه أو ضحية. مصطلح متنمر وضحية. المتنمر كان في يوم من الأيام متنمر عليه. مين تنمر عليه هذا الطالب؟ إما أهله، إما في الشارع، وإما في المدرسة، فأصبح متنمرا يظهر القوة. الآن المسؤولية على مين؟ في كثير من الأوقات بيجيني طلاب، بيجيني أولياء أمور بيقولوا يا أستاذ خلاص بكفي، كلمتونا عن التنمر كثير، كل سنة بتعيدوا نفس الموضوع وبتكثروا من موضوع التنمر ومكافحة التنمر. طالما أنه في إنسان متجدد، وطالما أنه في أبناء وجيل يخرج بعد جيل، نحن بحاجة إلى التحدث عن التنمر ومساوئ التنمر. مساوئ التنمر كثيرة داخل المدارس، ممكن لا سمح الله تؤدي بالتأخر الدراسي على الطالب، ممكن تخلي عنده عزلة اجتماعية، ممكن تبعده عن أهله، ممكن تسبب عنده زي ما تفضلت الدكتورة أمراض نفسية يصعب محو هذه الأمراض. فالآن الدور علينا إحنا كدائرة كاملة، ولي الأمر، المجتمع المحلي، المدارس. القوانين تفعل، القوانين موجودة وجميلة ورائعة وقوية، سواء في المدارس موجودة أو في الدولة موجودة هذه القوانين، لكن من سيفعل هذه القوانين؟ الأخصائي، الإدارة، المدارس بشكل عام. فهي دائرة تحوم حول الطالب، دائرة كاملة من ولي الأمر إلى أن تنتهي عفوا داخل المدرسة. متنمر أو ضحية من خلال التكرار. بعض الأحيان بيجي لك طالب يقول والله سبني، تنمر علي، هذا مش تنمر، هذا اعتداء مرة واحدة. إذا تكرر الاعتداء أكثر من 3 مرات إلى 5 مرات أصبح هذا الشيء تنمرا، سواء كان تنمر لفظي، تنمر جسدي، تنمر اجتماعي واعتداء على الأغراض، تنمر إلكتروني الآن منتشر بشكل كبير جدا لأنه صار سهل على الطلاب. هل هناك ظواهر في المدارس؟ توقعي انه ما فيش ظواهر، في حالات، لانه الظاهره اللي هي فوق 20% او 15% تجد بان المدارس فيها ظواهر كثيره او فيها حالات اعتداء لا قدر الله، لكن هي حالات نستطيع ان شاء الله بجهد الجميع وبتطبيق القانون بعد الارشاد يتم تطبيق القانون. فاذا اختصر كلامي بان المتنمر هو انسان اعتدى بشكل متكرر على شخص اضعف منه، وهذا المتنمر هو كان في يوم من الايام ضحيه، أصبح متنمرا يعرض قوته. ومسؤولية الأهل الآن كيف نرشد هذا الطالب، ونحن في المدارس نكمل ما بدأتموه داخل المنازل. شكرا أستاذ أسامة. بينت لنا الفرق بين المزاح والتنمر، أنه عامل التكرار هو اللي يفرق بينهم. نعم،
نوجه سؤال للدكتورة آمنة. الحين عرفنا التنمر ونوعه وأثره، لكن لو في كثير من الأشياء، كثير من المواقف اللي تحصل نقول لهم مثلا ليش قلت له كذا، ليش سويت له كذا، بيقول أنا كنت مثلا أمزح معاه. فأنت من وجهة نظرك كمختصة نفسية، ما أثر المزاح الجارح على نفسية الطالب؟ هذه نقطة وايد مهمة، خصوصا ان نحن وايد درجة عندنا في المجتمع ان يعني صراحة دورني لما ينطرى الرجل الاماراتي قال عنه انه طيب، قال عنه انه كريم. ودائما لو سألت عن الاماراتي عند الدول الثانية سواء رجال او نساء بيقول لك والله الرجل الاماراتي وايد طيب وخلوق معروف انه يحب اهله. فالمزاح هي صفة دارجة عند كثير يعني، وحتى تحصل الصغار ما بينهم يمزحوا. والصراحة المزاح وايد يخفف عن النفس. في علم النفس المزاح هو عبارة عن أوقات نحن نمزح لأن نكون بنخفف عن اللي قدامنا أو نكون فرحانين أو إنه مثلا هي آلية دفاعية ناضجة وحلوة. المزاح لما ينقلب ضد الطرف الآخر معناته زاد عن حده أو تكرر. هني وايد مهم الإنسان يميز هل مزاحه مع أهله مزاح ود، الطرف الثاني وأنا أمزح معاه يضحك فرحان، ولا أنا أمزح واللي قدامي يغلي. خصوصا لما يتم تعريف مثلا والله بعرس وفي حريقة تكون تغلي بداخل سينسوي بالأطراف اللي يتهاجم، وفي اللي قاصد الشر ممكن ما يعرف التعليم قدام زوجته عشان يصير مشاكل. الآن تكرار من مثل هذا النوع من المزاح يؤدي إلى أنه يكون عبارة عن سلوك لفظي متكرر، يمكن الحقيقة الصادمة أنه ممكن يعتبر شكل من أشكال التنمر ما بين الزوجين. ومع العيال إذا كله أمزح عليه قلت شوف كرشتك أنت الحين طفل صغير كرشتك كبرت، أنا أبغى أنبهه وأحسسه أنه متى أو عنده سمنة، بالمقابل يقول شوفوا أبوي الحين يقول أنا مو نفس الأطفال الآخرين. ترجمة الجملة عند الطفل مختلفة. فأنا أعتقد أو أكاد أجزم أن أغلب اللي يمزحوا مع عيالهم مزاحهم مزاح ود، أو عنده نصيحة ضمنية الود وده يقول له يعني بالصريح قوم أضعف بس أكل، ممكن حتى يكون قال له أضعف ما وقف أكل، فيقوم يستخدم له نصيحة غير مباشرة عن طريق المزح. فمهم هني مراعاة أن الأب يعتبر مصدر الأمان في البيت، هو صمام الأمان. شفتوا لما أي جهاز فيه زر حتى في الطيارة لو ضغط ممكن الإعدادات تخترق، الأب هو مصدر الأمان في البيت. كلماته لابد أنه وايد يوزنها مع الأم، لأن الأم إذا حست بالأمان والطمأنينة بتقدر تطمن عيالها. والعيال لما يكون في بينهم ومع أبوهم تواصل مباشر الأمور تكون موزونة، يا تعزز شعوره بالأمان، شعوره بالطمأنينة، شعوره أنه محمي، يا أما أنه يفضل أنه يمزح مع أصدقاء الأب وما يكون مع العيال في مثل الطريقة، لأنه وايد خطير. من خطورته أنه ممكن ينعكس على شخصيته وثقته بنفسه. كلمة الأب تنحفر حفر. ممكن الطفل ما تكون عنده صفة حقيقية، يقول أنت بطل ولا أنت شجاع ويكون مقتنع، لأن العقل يكرر كلمات آبائنا وأمهاتنا لنا يوم نكبر. يعني لو عمره 60 سنة بعد يتذكر وش كان الصفات، بعد يتذكر كلمته. فخلينا نبدأ ننشر كلمات طيبة ومزاح حلو يظل عالق في نفوس عيالنا وينشأ نشأة سوية. ترى ممكن يكون فعلا الطفل عنده عيوب، هو إنسان حتى لو كبر بعد عنده عيوب وأخطاء، بس يظل إنسان من حقه يغلط، من حقه أنه يتربى ويقوم السلوك بالود مش بالقسوة وبالضرب أو بالطريقة السلبية. وفي كثير مهارات لتربية الأبناء، أو عندنا إحنا حتى بالعيادة أسبرس نقدم كثير جلسات لتعديل السلوك في فرق مختصين، نقعد مع الأب ونعلم عن شخصيته عن الأم، وايد يساعدكم يسهل عليكم. أوقات صدق في أهالي يكونوا إحنا بالعامية يقول عنهم شياطين وهي قاعدة تكسر الأغراض، يوم الشكوى كسر الستارة، يوم ثاني كسر لك أغراض البيت، شوية تكون مؤثر فيه وصار فيه، تقدر ما تصبر نتعلم الإبداع في تربية الأبناء. كيف يؤثر التنمر على الصحة النفسية للطالب الضحية؟ أستاذ أسامة، كيف تلاحظون تأثير التنمر على حياة الطالب اليومية في المدرسة؟ جميل. طبعا تأثير التنمر على حياة الطالب يبدأ بالغياب عن المدرسة في بعض الأحيان، يبدأ بالتأخر، يبدأ بالاختباء، يعني يهرب من واقع التعليم. خلي بشرد بيطلع خارج الحصة، بتلاقيه ممكن أنه يهرب من التعليم نفسه. ممكن في بعض الأحيان توصل به المرحلة وبأهله بأن ينقلوه من نفس المدرسة، يعني ممكن أنه يطلب نقل ابنه من المدرسة بسبب التنمر. خلينا نقول هذه الحالات الموجودة في مدارس كثيرة
في الأساس نقدر نعالجها من خلال الإرشاد. يعني نستطيع أن نرشد الطالب المتنمر. الطالب المتنمر حاول يظهر نفسه بالمزاح، هو يقصد المزاح أو عفوا يمزح مع الطالب، ولكن النية داخليا تلقى نية التنمر، ما بمزح، لكن هو قاعد بيكرر المزاح مع الشخص اللي أمامه، لكن داخليا يقصد أنه يتنمر على هذا الشخص. كيف نعالج هذا الأمر؟ نوعي الطالب المتنمر، وكذلك الأمر نوعي الطالب المتنمر عليه اللي هو الضحية، نوعيه كيف يرد على هذا الشخص المتنمر، وأن لا يسكت له. يعني على سبيل المثال بتلاقي مثلا 3 أشخاص أو 4 أشخاص جو اعتدوا على طالب من الطلاب، تلاقيه سكت ويقول لك هذول تنمروا علي، وما قدر يدافع عن نفسه أو ما رضي يدافع عن نفسه بحجة أنه مو حاب يكسر القانون. لا، أنا بعلم ابني أنه يدافع عن نفسه في لحظة من اللحظات، يدفع الاعتداء عنه، وبنفس الوقت بعلم الطالب المتنمر وبعطيه بعض المهارات ممكن أن أصنع منه قائد، بدل ما أشكل منه إنسان مجرم لا قدر الله متنمر دائم، بصنع منه مجرم في المجتمع. لكن أنا إذا جيت هذا الطالب المتنمر عنده قوة، عنده شخصية قوية، حاب يفرضها، حاب يظهر نفسه، بجيب هذا الطالب بعطيه بعض المهارات، بنمي المهارات هذه اللي عنده، بوجهه انه انت بتقدر تظهر نفسك بس مش بالتنمر، تقدر تظهر نفسك في المدرسة بشيء، ببرنامج معين، بشخصية حلوة، تطلع الإذاعة تتحدث، تعطيني مهارة مثلا مهارة يدوية تشتغل فيها. فبعطيك بعض المهارات للطالب المتنمر، وبنفس الوقت بقوي شخصية الطالب الضحية. فأنت الآن عملت مع الطلاب بشكل متوازن، وكذلك الأمر يؤثر التنمر على المستوى الأكاديمي، ونشوفه أن مثلا في بعض أنواع التنمر ينعتون الطالب المجتهد بكلمات تخليه يحس أنه خلاص أنا ما بكون شاطر عشان ما يقولوا لي هذا الاسم. صحيح. فيبدأ عن عمد ينزل من المستوى الأكاديمي علشان يتوقف هذا التنمر اللفظي. إذا بنتحدث أكثر دكتورة عن أثر التنمر على العلاقات داخل المدرسة وخارجها، كيف يكون هذا الأثر؟ هو عادة الطالب لما يكون متعرض للتنمر ويحس انه ما شفر عليه او ما اخذ حقه، ممكن يكون يبغى يتعرف على اطفال في المدرسه يحموه. فاذا كان مثلا من صف رابع يقول والله وهذا سمعت انا ان هذا في الاسره قال الحمد لله نسوى عندي صديقي صف سابع، هذا الحين اذا حد ضربني او حد غلط علي يدافع عني، واوقات يتعمد يمشي مع اقرانه اللي اكبر منه علشان يحموه. وطبعا في وايد مساوئ ان طفل صغير يتعرف على طفل اكبر منه، يعني يكون معرض ممكن انه ياخذ منه جزاء عشان يحميه، او ممكن يتعلم فكر او معلومات بعده هو كناضج فكري مو مستعد وجاهز انه يتعلمها. فما يكون اختياره في العلاقات قائم على انه والله الطفل السولف فيه ارتاح له، او الطفل لما يلعب معاه يحس بالسعاده، يبدا ينتقل جزء من براءته بسبب التنمر، او مو بسبب التنمر، بسبب عدم التعامل الواعي مع اثار التنمر. التنمر بروحه ما يقدر ياثر على الطفل الا اذا كان تنمر شديد. المواقف البسيطه تحفر حفر في الطفل اذا كانت متكرره او لم يتم احتواء الطفل. لا يصحح المعلومات، فما يقدر يكون يتصرف بها. حتى بتلاحظوها لو راقبتوا الاطفال بتشوفوا فتلقى شخصيته مهزوزه. الأصل أن الطفل واثق من نفسه ويقدر يتعرف على أطفال ويقيم علاقات مع أطفال من نفس سنه. إذا بدأ يتعرف على أطفال أصغر منه فهذه في علم النفس من علامة أنه يبغى يحس بالشجاعة والثقة مع المجموعة اللي هو يعيش معها أو يتفاعل معها. ولو يقعد مع أطفال أكبر منه فهو يبغيهم يحموه أو يحس أن الله كشف عيني يشوفوا من أصدقائي يشوفوا أنا من معافي. ترى وايد بدري على الطفل أنه يدخل مثل القصص. يعني تلقى ممكن الانسان البالغ هاي تفكيره لانه يبغى يستفيد من علاقاته، مثلا يحس ان هالانسان ممكن يعرف على ناس او يدخل اماكن معينه، بس للطفل هذه علامه خطر تتطلب ان الاولياء الامور حتى الاخصائي الاجتماعي اذا لاحظها يساله يقول له ليش بس تتمشى مثلا يقوم سابع اكبر منك، ويسمعه ويتم احتوائه وتقويمه. اي سلوك لم يتم تغييره بعمر مبكر معناته ذات الطفل تم كسرها وراح تنعكس في علاقاته المستقبليه. ما واثق من نفسه ومهزوز مع الزوجه، ما واثق من نفسه ومهزوز مع زملائه في العمل، فيبدا يرفع صوته يعصب عليهم وهكذا.
شكرا دكتور على توضيح هذا الأثر. إذا بنتكلم أكثر، الحين تكلمنا عن الضحية وتكلمنا أنه هو المهزوم وهو الزعلان وهو المغلوب على أمره، لكن في طرف ثاني في القصة واللي هو المتنمر نفسه. أستاذ أسامة، حدثنا أكثر عن الآثار السلوكية والاجتماعية وكيف قد يؤثر التنمر على شخصية المتنمر نفسه. جميل. الآن زي ما قلنا أنه الشخص المتنمر ينظر بفوقية على الشخص الأدنى منه اللي هو المتنمر عليه أو الضحية. الآن إحنا في المدرسة بدأنا نعمل مع الطالب المتنمر، زي ما قلنا أعطيناه بعض المهارات، اشتغلنا على هذا الطالب. أكبر همه وتركيزه أنه هذا الشخص ما يتنمر عليه داخل المدرسة. فوين بدرس؟ ما راح يقدر يدرس، ما راح يقدر يراجع، ما راح يقدر يجلس جلسة صحيحة في الصف، لأنه أصلا كل الهم عنده أنه يحمي نفسه من ذلك المتنمر. المتنمر الآن شخصيته قوية جدا، وممكن أنك تصنع منه رجل، وبنفس الوقت ممكن أنك تصنع منه بعض الأقران، أو عفوا تصنع له بعض الأقران اللي يساعدوه على أنه يبتعد عن هذا التنمر، عن هذا الاعتداء، توجهه توجيه صحيح. فهذا المتنمر أصلا بعد ما كان معتدي أصبح إنسان إيجابي داخل المدرسة، صنعت له أقران، فأصبح هؤلاء الأقران يؤثرون عليه. على سبيل المثال أشركته في لجنة مكتبة، ممكن تشاركوا في لجنة استقبال شخصيات، ممكن تشاركوا في بعض البرامج اللي هي خارج المدرسة، فأنت صنعت لهذا الشخص أقران معينين ساعدوا هذا الطالب من التفكير بسلبية والاعتداء إلى تفكير بإيجابية، وإنسان يكون فاعل في مجتمعه وفي مدرسته. صحيح، أنا أتفق معك. هو أصلا يكون مثلا عنده طاقة زيادة أو يكون مستمتع في إنه يوجه الآخرين، في منهم اللي شخصيته قيادية، فإذا حولناه من متنمر إلى قيادي أو شخص ناجح فإحنا وجهناه. في منهم اللي يتم ردع سلوكه بهذه الطريقة، وهي وايد مطمئنة. شكرا لك الطرف. جميل، يعطيك العافية. في منهم اللي طبعا العقاب ويقدمهم للعقاب. شكرا على تعقيبك دكتورة. الحين تحدثنا عن الضحية وتحدثنا عن المتنمر، لكن تكلمنا عن دور التدخل النفسي، تكلمنا عن دور الأخصائي الاجتماعي، لكن الطالب نفسه اللي معاهم في الصف كيف يقدر يكون شريك إيجابي ويشارك في صنع الحل؟ الطالب مو بس يا يكون ضحية ولا يا يكون متنمر، دوره أساسي في صنع الحل. وجود دعم من الأقران يقلل من أثر التنمر بشكل كبير. إذا الضحية أحاط نفسه بأصدقاء داعمين ومحفزين له، لا إراديا بتزيد ثقته في نفسه، فما بيتأثر من التنمر. والمتنمر إذا شاف اللي حوله مش مأيدين للسلوك اللي هو يسويه، بيقل التنمر اللي هو يمارسه. الطالب إذا كان عنصر فعال من خلال التدخل الإيجابي، سواء كان عن أثر التبليغ، يصير يخبر أحد كبير، إن كان المعلم ولا الأخصائي الاجتماعي، فهو الحين ساعد زميله أنه ما يتعرض للتنمر. هذه الممارسات الفردية إذا انتشرت بين الطلاب بتساعد على خلق بيئة مدرسية قائمة على الاحترام والتعاون، وترسيخ وعيا جماعيا بأن التنمر سلوك غير مقبول. الحين بننتقل لنقطة سريعة وبسيطة، اللي هي نتمنى من كذا المحاورين انهم يقولون رسالة لولي الأمر، ورسالة من كدور أخصائي اجتماعي، ورسالة كطبيبة نفسية للحضور الكريم. تفضل أستاذ. أنا رسالتي للطلاب، بجوز معانا بعض الطلاب ومعانا أولياء أمور. رسالتي للطلاب، في بعض الأحيان يكون التأثير منك كطالب أكثر من الأخصائي الاجتماعي وأكثر من مدير المدرسة. ممكن الطالب يأثر على زميله الطالب الآخر أكثر من الأخصائي الاجتماعي، لأنه هو أقرب إنسان لهذا الطالب المتنمر داخل الصف، وحتى للطالب المتنمر عليه. بتلاقي بعض الطلاب مثلا خايف يبلغ، خايف يتكلم، خايف يتحدث. لا، أنت كطالب ممكن أنك تساعد هذا الإنسان اللي هو في مرحلة الضعف، اللي هو بحاجة إلى مساعدتك. نعم، بحاجة إلى مساعدة الأخصائي، بحاجة إلى مساعدة الإدارة، لكن أنت كطالب عندك ومنوط عليك دور كبير، يعني في عليك دور كبير أصلا تقدر تساعد فيه الطالب المتنمر والطالب المتنمر عليه. رسالتي لأولياء الأمور، أنتم جزء لا يتجزأ من مكافحة ومواجهة التنمر. يعني بس تشوف مثلا لا قدر الله شفت ابنك، شفت واحد من أبناء أقاربك وقع عليه التنمر، لا يتردد في الإبلاغ. في نفس الوقت إذا شفت واحد متنمر أكفوا عليك، لا، هذا مشجع لا سمح الله على الاعتداء، اللي ضربك أضربه. في كثير من الرسائل بيقول لك ابني ما أخذ حقه، لا، اللي ضربك أضربه. طيب مو جاله واحد أكبر منه، جاله واحد أقوى منه، ضربه. وين صفينا؟ صف ابني الآن متنمر عليه، وجاله واحد متنمر.
طب أنا ليش ما جيت نميت في شخصية هذا الطالب روح التعاون وروح الشكوى، أو خلينا نقول أنه يقدر يحافظ على نفسه بدون ما يمد إيده على الشخص الآخر. فرسالتي لولي الأمر تستطيع التغيير وتستطيع بأن تكون شريك مع المدرسة، والطالب كذلك الأمر يستطيع بأن يكون شريك إيجابي مع المدرسة بعلاج التنمر. مثل ما ذكر الأستاذ، هذه هي إجراءات التبليغ. عندنا خط نجدة الطفل 116 111، وتطبيق حمايتي الخاص بوزارة الداخلية. قبل ما نختم جلستنا نشارككم مبادرة مهمة جدا أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، اللي هي جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس. كل حد يقدر يشارك، أنتم كأولياء أمور، كمعلمين، كأخصائيين اجتماعيين، كطلاب، شاركوا في نشر الوعي وشاركوا في الجائزة. موضوع التنمر موضوع يحظى باهتمام حثيث من قيادتنا الرشيدة، وبالأخص أم الشيوخ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها، تهتم أن كل الأطفال يسيرون المدرسة وهم مرتاحين جسديا ونفسيا. نشكر الحضور الكريم، ونشكر سعادة المتعرض سيف بن مي العفاري على استضافته لنا اليوم. وقبل ما نختم، إذا أي حد من الحضور حاب أنه يشارك أو يطرح سؤال، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا شكرا للشيخ المتعرض، بارك الله فيكم، وعلى هذا العيد والله يجزيكم الخير وعافية إن شاء الله يا رب العالمين. المحاضرة شكرا لكم، يعني شكرا للدكتور يعني محاضرة جيدة جدا يعني، وهذه الفكرة المفروض أن تبقى جبتوها ونحن نسمعها الجميع، يعني يكونوا كلهم موجهين لأبنائهم ولجيرانهم والكل يعني. ونحن الحمد لله رب العالمين نختلط في أجيال كثيرة يعني، والحين احنا نوجههم نظيفة بالقرآن تحفيظ القرآن، والشيخ متعرض يعرف هذا الشيء. لما تحصل مشكلة بين الأطفال لما تحصل مشكلة بين الأطفال، أنا ما مثلا أخليهم يتضاربوا ولا شيء، ولا أجي أتحمس عليهم، لا، أوجههم لهم هذا المكان، أوجههم الكتابة حق القرآن، أقول لهم هذا المكان شو مكتوب عليه؟ قالوا مركز تحفيظ القرآن. طيب مركز على القرآن شو يعلمنا؟ يعلمنا الأسلوب، ويعلمنا كيف نتخاطب، كيف نكون متعلمين، وكيف نتعامل، مش بس إذا أنتم حتى اللي برا معاكم. صحيح. على كل معلش انا اسف طولت عليكم، وشكرا جزيلا لكم جميعا، واشكركم يعني على هذه المحاضره الجيده، وارجو من الجميع ان ينقلون هذه المحاضره الى المجتمع. شكرا جزيلا. شكرا لك، تعليقك وايد قيم. لو كل فرد في المجتمع كاتب لك واقتدى فيك وحس بمسؤوليته، هالشيء بيؤدي الى ان نقدر نحتوي الاطفال ونساعدهم يتجاوزوا اثر التنمر بسرعه. كل طفل نطبطب عليه، نحتويه، نذكره بالقران، نذكره بقيم الدين الاسلامي، احنا قاعدين نسهم في انه يكون الشيخ ضياء المجتمع ويتطور ساعات. اشكرك. الدور تربوي هذا شيء اعمق من هذا الكلام. فنبغى نشوف لو في احد العنايه المتنمر والمتنمر عليه، هذا التاكيد على المتنمر ونعطيه دور اكثر من دور زي ما قال الاخصائي، عشان نعطيه دور قيادي. المتنمر عليه خلاص يعني يشجعوه كذا اكثر، يعني اعطوه يعني قيمه اكثر، بدل ما يواجهون يحسون انه غلطان تنمر اكثر. ما معناه؟ احنا في الجامعه الشرقيه لنا دور كبير في الموضوع هذا، دائما نقول خلي يعني قوي ينزع المهاتين. فالجامعه الحين صارت جامعه مدني، لازم نكون شوي يعني مدنيين نوعا ما، ننسى هذه الفكره، هذه نشجع دائما نكون يعني خلي قوي، خلي تضرب، هذه المقام الاقصائي شويه، فننتقل هذه سلبيه الى الطالب. والدور الاسره طبعا زي ما قالت الدكتوره، يعني بين الزوج والزوج يتكلموا على بعض من بعض اولادهم، نقول يحاول الواحد او ضعيف في البيت يحاول ينقل الصوره ترى يتكلم على الاخرين، والعكس صحيح، في واحد يكون في الدار متنمر وداخل البيت ضعيف. صحيح. شكرا جزيلا. شكرا، مشكورين. سؤال عن منو اللي يحتاج علاج؟ اوكي تفضلي. عادة العلاج لابد يكون حق الضحية اللي يتعرض للتنمر، لأن شخصيته بتتأثر، ممكن يكتئب أو يقلق أو يمرض. يعني يمكن كله يقول لك بطني يعورني وما بروح المدرسة، أو يقول أنا عندي صداع أو أنا تعبان. ولكن المتنمر إذا الإدارة كلمته ولها تلوم وما ابتدع السلوك واستمر، ممكن يكون عنده فرط حركة شدة انتباه، ممكن يكون عنده شخصية مرضية.
فالشخصية المرضية إذا مسكت من البداية احتمالية إنه يتحول لمجرم في المستقبل تقل. فمهم جدا المتنمر بعد يعالجه. عفوا بس بالنسبه لموضوع انه احنا بنمشي مع المتنمر او المتنمر عليه، او خلينا نقول في البرامج بالتساوي، يعني بالامر المتوازي، لكن توقعاتي انا بانه نجاحنا مع المتنمر اسرع من نجاحنا مع المتنمر عليه، لان المتنمر عليه شخصيته شوي ضعيفه تحتاج الى شغل اكثر من المتنمر نفسه. المتنمر اصلا هو مظهر نفسه بنفس الوقت عنده شخصيه قويه، فما بيحتاج لشغل كثير. انت اعطيته ارشاد ثم ارشاد ثم ارشاد ثم الردع في القانون، بعد ما ارشدته 3-4 مرات اعطيته ردع في القانون، اذا ما اتبعك في الارشاد في عندك قانون ممكن انه يرتدع من هذا القانون. لكن الان المتنمر عليه بيحتاج الى عمق اكثر، عمق اجتماعي، عمق نفسي، عمق اسري. فالمتنمر عليه نعم بحاجه الى برنامج اكبر واكثر دقه من الشخص المتنمر اللي هو بالاصل عنده شخصيه اقوى من شخصيه الطالب المتنمر عليه.